السلام عليكم يا أحلى أخوات وأحلى صحاب، منوريني ومبسوطة إن أنتم معايا وبتسمعوني. معاكم رانيا فضفضة قلب مع رنوش. إن شاء الله نبدأ حلقة جديدة وقصة جديدة وحكاية جديدة وفضفضة جديدة، ويا رب يكون يا ريت تقولوا لي بتابعوني من أي بلد وتفعلوا الجرس. والنهارده قصتنا عنوانها كنت بحارب عشانه وهو كان بيحارب عشان يبعد عني. في وقت من الأوقات كنت بحارب الدنيا كلها عشانه، كنت بدافع عنه حتى وهو بيغلط، كنت بلاقي اللوم على نفسي وبقول يمكن أنا السبب. كنت شايفة فيه الحلم، الأمان، المستقبل. كنت بحلم نكبر سوا ونعدي الصعب بإيدينا. بس للأسف هو ما كانش بيحارب عشاني، هو كان بيحارب عشان يبعد، عشان يهرب مني بهدوء. في البداية كنت بحس إن في حاجة اتغيرت، طريقته، صوته، حتى كلماته بقت باردة، كأنها مش منه. لما كنت بسأله مالك كان يقول لي مفيش، ما تكبريش الموضوع، انت مكبرة الموضوع ليه؟ بس أنا كنت حاسة إن المسافة بتكبر بينا كل يوم. بس أنا كنت حاسة إن المسافة بتكبر كل يوم، وكل مرة كنت باحاول أصلّح كان بيبعد أكتر، وأنا كنت باضعف أكتر، لحد ما في يوم لقيت رسالة قصيرة منه: "أنا مش قادر أكمّل، الموضوع خلص." ما فيش تفسير، ما فيش سبب، ما فيش وداع، بس جرح كبير فضل مفتوح جوايا. قعدت أسأل نفسي شهور: عملت إيه غلط؟ ليه مش كفاية؟ ليه اختار يوجعني بالشكل ده؟ هو بني آدم مش سوي. بس الوقت علمني إن مش كل اللي نديله حب يستحق يعيشوا معانا. في ناس بتحب التواجد حوالينا لما بنكون سند، لكن أول ما يلاقونا محتاجينهم بيختفوا. ده مش راجل، سوري يعني في اللفظ، ده مش حد تعتمد عليه. وأنا كنت كده، كنت السند، كنت الطيبة، بس نسيت أكون نفسي. النهاردة وأنا بفتكر كل ده مش بعيط، بس باحس بالوجع الجميل اللي خلّاني أقوى أكتر من الأول، أبقى قوية، أبقى شديدة، أواجه أي موقف يقابلني. لإن اللي يسيبك وأنت بتحارب عشانه بيخسر حد عمره ما هيتعوّض. وأنا خلاص ما عُدتش بادوّر على اللي يحبني زي زمان، أنا بادوّر على اللي ما يخلّينيش أشُك في نفسي تاني. لأ، أنتِ ما تخلّيش حد يهز ثقتِك في نفسِك، أنتِ واثقة من نفسِك كويس. ما يجيش واحد يقول لِك لأ، يعني عشان هو ما بقاش موجود في حياتِك بقيتِ تشُكّي في نفسِك. لأ، لازم يكون عندِك ثقة وواثقة من نفسِك كويس. أنتِ طريقتِك إزاي، أنتِ إنسانة جميلة من جوّه إزاي. الحب مش حرب نكسبها، الحب أمان نعيشه. وأنا أخيرًا اخترت أعيش أمان نفسي. أمان نفسِك ده اللي أنتِ تختاري بعقلِك قبل قلبِك. القلب دايمًا يا جماعة ممكن يدخّلنا sorry يعني يخبطنا في حيطة، لكن العقل لأ. أنا مش باقول لِك الغي قلبِك خالص، لأ، أنتِ العقل الأول، بعد كده مع قلبِك هتختاري البني آدم الصح، البني آدم اللي هيكمّل معاه حياتِك. لكن تختاري بقلبِك بس sorry يعني ممكن البني آدم اللي أنتِ اخترتيه ما يكونش عند حُسن ظنِّك، ما يكونش أنتِ شايفاه كويس والناس اللي حواليكِ شايفاه مش كويس. ده رأيي، وأنا هاستنى رأيكم إن شاء الله في الكومنتات، ويا رب تكون القصة عجبتكم. ومعاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنا.